بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي المشاهدين والمتابعين، هنا في دوري نجوم إكسبو في الجولة رقم 19 في اللقاء الذي يجمع بين الملك القطراوي بقلعة الشمال. هنا لا زالت قائمة والإثارة لا زالت موجودة وعلامات الاستفهام لا زالت متواصلة على من سيكون البطل لبطولة دوري نجوم إكسبو. بينما في هذا اللقاء قبل هذا اللقاء بدقائق بسيطة المدرب بويا اسباقي مدرب نادي أشناني، عميد إبراهيمي، يونس بالهندم، ريكاردو غوميز، والواضح على الصورة بويا اسباقي، أيضا حمد منصور موجود، فيصل محمد، جايسون سيرون، جاسم علي الهاشمي ومحمد عمر. نعم، المخرج اتجه لصاحب الترند في هذا اللقاء، هو صاحب الكلمة الأقوى مدرب بويا اسباقي. في الجهة المقابلة هيليو دي سوزا أو هيليو فيليب دي سوزا مدرب نادي قطر الذي يريد أن يخرج من مناطق الخطر، هو في المركز العاشر، فرق نقطتين بينه وبين معيدر، لذلك هو يريد الابتعاد من لقاء صعب. هنا صافرة حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم لانطلاق هذه المباراة بين نادي قطر ونادي الشمال، من يمتلك رغبة لتحطيم الأرقام القياسية في أفضل موسم أو موسم استثنائي لنادي الشمال أمام نادي قطر. يريد أن كرة بتعود يوهان بولي، المرور، محاولة الآن ليوهان، يلعب كرة لبرونو، محاولة في سقوط، لا زالت برازيلية، كرة بتلعب. يا الله يا الله، بالحديث عن العودة وبالحديث عن يتقدم بالنتيجة، نادي قطر يتقدم بالنتيجة. شوف لي عدل الكرة الماضية، مارتينيز ليوهان اللي شق طريق، وجد المساحة لينطلق، وبعدها التمريرة للبرازيلي بطريقة رائعة ليمر البرازيلي. نعم، بعدما ابتعدت الرقابة، نعم، وجد نفسه وحيدا ليسجل الهدف الأول. شوف لي عدل الكرة الماضية، برونو تاباتا التحقق من صحة القرار الآن. شوف لي عدل الكرة الماضية والتسجيل بطريقة رائعة، التسجيل بطريقة رائعة، وإن شاء الله سلامات اللاعب اللي سقط على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات للاعب اللي سقط على أرض بالهندة. محاولة من اللاعب يونس بالهندة، عادت الكرة راؤول ساندا، شوف راؤول ساندا وين، الله 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 الله. نعم، نادي قطر يسجل الهدف الثاني، نادي قطر يسجل الهدف الثاني، وبنفس الطريقة وبنفس المكان تأتي الخطورة من الجهة اليمنى. في مشكلة هناك يا الشمال، في مشكلة هناك، ولكن عطني راؤول ساندا وما فعل راؤول ساندا في الكرة الماضية ليسجل يوسف محمد. راؤول ساندا في وسط الميدان، راؤول ساندا يدافع، راؤول ساندا يهاجم، راؤول ساندا يقدم الإضافة. شوف اللي عادل الكرة الماضية، خلاص دخل صار هو برونو تاباتا صار هو راؤول صار هو برونو تاباتا ليحصل على الهدف الثاني. نادي قطر يسجل الهدف الثاني. نعم، نادي قطر أفضل في شوط المباراة الأول، وهو من يحصل على التقدم وهو اللي عليه الضغوط من خافير مارتينيز وراؤول ساندا. كرة بتلعب الأمام، محاولة الآن ليوهان بولي. أوه، لا 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 يا يوهان، كان بالإمكان أفضل بكثير من ما كان بإمكان نادي قطر أن يسجل الثالث. حلو المرور، أوه والله ممكن فيها راية، ولكن راح يرجع لها الحكم. ولكن هناش كرة على اليسار تصل لصالح نادي الشمال بالهندة، محاولة المرور يونس بالهندة، محاولة المرور من يونس، العرضية لا 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 لا، قلت لك لا تأمن لكرة القدم. نعم، بالنيران الصديقة يسجل نادي الشمال، بالنيران الصديقة يستقبل نادي قطر الهدف الأول. يا الله
يا الله عرضية بالهندة، وريكاردو غوميز لبسها لمسة بسيطة من ريكاردو غوميز غالطت فيها حارس أو مدافع نادي قطر، لأنه غالط حارس المرمى، واليوم يسجل نادي الشمال هدف من إيران صديقة. شوف العرضية، لمسة بسيطة كانت من ريكاردو غوميز جعلت من على الكرة الماضية. والله كان شوط أول جميل لنادي قطر. قلت لك لا تأمن لكرة القدم، لا تأمن لكرة القدم. شوط أول النتيجة المسيطرة. ماجد محمد إلى ريكاردو غوميز، ريكاردو يمرر لمحمد عمر، المرور بالهندة مر الله 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 يا الله يا ساتر على أجمل كرات شوط المباراة الثاني. يا ساتر على أجمل كرات شوط الإعادة، المرور والتمريرة اللي بالهندة اللي مر بطريقة رائعة ومرر الكرة لريكاردو غوميز، ولكن الله على ساطع العباسي، الله على ساطع العباسي بأصابع رجله بطرف القدم أبعد الكرة الماء. زال يحافظ على الكرة الأرجنتيني بطريقة رائعة. كرة بتعود بالهندة والمرور، بالهندة مر، بالهندة سدد. يا ساتر على المرور وعلى التسديدة وعلى التكويسة. حطها ولكن نعم، شوف الإعادة للكرة الماضية، اصطدت في القائم الأيسر لحارس المرمى. والله الحلو ما يكمل تسديدة يونس بالهندة في الكرة الماضية، ولكن ضاعت على نادي الشمال، ضاعت على يونس. فهد وعد يلعب كرة إلى الأمام، الوقت البدل ضائع قد انقضى، واعتقد انه راح يعطي شوية وقت زيادة. عبد الرحمن الجاسم، كرة بتلعب الأمام، حلوة هذه كرة بتلعب العرضية اللي بالهندة، الاستلام من بالهندة، حلوة لماجد محمد، يبحث ماجد، المرور من ماجد، ولكن أبعدت الكرة الماضية. وهنا صافرة حكم اللقاء لإنهاء أحداث ومجريات هذا اللقاء بانتصار الملك القطراوي بهدفين مقابل هدف. أهداف شوط المباراة الأول هي كانت الحاسمة. نبارك لنادي قطر لهذا الانتصار المهم في مشواره المتبقي من بطولة دوري نجوم إكسبو، وحظ أوفر لنادي الشمال اللي يقدم مستوى رائع إلى الآن مع المدرب بوياس باقي.